خبر عاجل: ضربت أمطار رعدية وسيول جارفة مدينة جدة في السعودية اليوم، وأوديت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين وقطع التيار الكهربائي، واستدعت نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين في أكبر عملية إنقاذ شهدتها السعودية في تاريخها. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع منسوب مياه السيول هذه المرة وصل إلى مستويات قياسية بلغت ضعف النسبة التي بلغتها سيول جدة 1430، والتي أوديت بحياة 114 شخصا. وذكر الدفاع المدني السعودي أنه تمكن من إنقاذ 1451 شخصا بواسطة الفرق الأرضية و457 شخصا بطائرات الهليكوبتر. وسقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة وجدة والطائف، ثم شكلت تلك الأمطار سيولا جارفة شقت طريقها من جبال شرق جدة عبر وادي بني مالك ووادي مريخ، واتجهت إلى غرب مدينة جدة وصولا للبحر الأحمر، قاطعة 13 كيلومتر من شوارع قلب مدينة جدة بقوة عاتية. وغمرت المياه 80% من مساحة جدة المهولة في شوارعها وأنفاقها.